قبل ما نبدا في الفيديو ما تنساش انك تعمل سبسكرايب عشان احنا خلاص فاضل لنا تكه ونوصل 1000 مشترك. فاعمل سبسكرايب ويلا بينا نبدا. الفيلم بيبدا مع شاب اسمه تيدي قاعد وسط خلايا النحل بتاعته بتأملهم كأنه مش شايف حشرات، كأنه شايف نظام كامل. بيقول لابن عمته دوني ان النحل مش مجرد كائن بيعمل عسل، ده كائن معمول بدقة مرعبة. كل نحلة عارفة دورها كويس، مفيش فوضى، مفيش أسئلة، كله شغال زي الآلة. بس للأسف النظام ده كله بيقع، خلايا النحلة بتنهار من غير سبب واضح، والعلم نفسه مش عارف يجاوب. هو بيقول إن في شركات كبيرة بتتحكم في العالم، وإن الشركات دي أصلا مش بشر، دي كائنات فضائية، وإن هما بيدمروا النحل الأول عشان يوقعوا النظام البيئي كله. بعد كده العالم كله هينهار. الموضوع هنا ما كانش مجرد نظرية مؤامرة، دي محاولة يائسة من عقل إنسان مش قادر إن هو يستحمل فكرة إن الحياة ليها نظام معين، فهو بيخلق نظام وهمي عشان يحس ان هو مسيطر. ولما دوني بيقول له ان هو مش فاهم حاجه، تيدي ما بيشرحلوش اكتر، بالعكس هو بيتكلم بثقه شخص شايف الحقيقه. ودي اخطر مرحله في اي جنون، مش انك تبقى غلط اصلا، انك تبقى متاكد انك صح. في نفس الوقت الفيلم بينقلنا لعالم تاني خالص، بينقلنا مع ميشيل، مديرة تنفيذية في شركة أدوية ضخمة. كل حاجة حواليها نظيفة زيادة عن اللزوم، عندها روتين ثابت، عندها جسم مثالي، بتاخد مكملات غذائية، بتتدرب باستمرار. إنسانة شكلها يبدو مثالي، كأنها مبرمجة. نرجع لتيدي ودوني وهم بيبدأوا يتحولوا من مجرد ناس عندهم فكرة عادية لناس بتبني عقيدة. بيقولوا إن إحنا لازم نصلح العالم ولازم نجهز نفسنا، إحنا عندنا مهمة، بس هي مش مهمة عادية، دي رسالة. وهنا الفيلم بيلعب على نقطة، أي فكرة مهما كانت غريبة وصغيرة ممكن تتحول لعقيدة لو صاحبها صدقها كفاية. بيبدأوا في مهمتهم ويروحوا يشتروا أدوات ولبس، ويبدأوا إن هم يجهزوا العملية، بيجهزوا أكبر عملية هيعملوها في حياتهم. دوني بيبدأ يقلق، بيقول له إن هو خايف ممكن يتقبض عليهم، وده كان صوت واقعي، آخر حاجة كانت لسه بتربطه بالعالم الطبيعي. ولكن تيدي بيرد عليه بثقة، كل حاجة هتبقى كويسة، لما نطلع الفضاء كل حاجة هتتحل. تيدي هنا هو مش بيحاول يصلح العالم، تيدي كان بيحاول يهرب من العالم. بالليل تيدي بياخد الموضوع لمستوى أخطر بكتير، بيقول له إن إحنا لازم نتخلص من الشهوات، الأكل يبقى بنظام، مفيش شاشات، مفيش رغبات جنسية. كأنه بيحاول يحوله من إنسان طبيعي لكائن مثالي بدون رغبة، أو بمعنى أدق كائن زي النحل اللي هو معجب بيه في الأول. ودي هنا رمزية عبقرية، هو مش عايز ينقذ العالم، هو عايز يحمي إنسانيته عشان ما يتألمش. ولما بيحاول يقنع دوني إن هم ياخدوا حقنة تمنع رغباتهم، دوني بيتردد، بيقول إن هو عايز يتجوز، عايز يعيش حياة طبيعية. ولكن تيدي بيقنعه ان كل ده هيتحل لما يطلعوا الفضاء، يعني ببساطة ضحي بحياتك دلوقتي عشان وهم بعدين. في اللحظة دي هما الاتنين بياخدوا الحقنة، ومع الحقنة هما مش بس بيقتلوا رغباتهم، هما بيقتلوا آخر جزء طبيعي فيهم. في نفس الوقت ميشيل في الشركة بتصدر أوامر ببرود، كل الموظفين يمشوا بدري، مفيش نقاش ومفيش إحساس، قراراته بس، كأنها هي كمان خلعت إنسانيتها بس بطريقة تانية. ميشيل بتمشي من الشركة وبتركب عربيتها، كل حاجة بتبان طبيعية جدا، بس الطبيعي هنا هينتهي. أول لما بتوصل البيت تيدي ودوني بيستنيينها. في لحظة واحدة العالم بتاعها اللي كان كله سيطرة بيتكسر، بيحاولوا يثبتوها. بس المفاجأة إن ميشيل ما كانتش ضعيفة، بتقاومهم بعنف كأنها مش مجرد ضحية، كأنها متعودة إنها تحارب. والمشهد ده كان مهم جدا نفسيا، كل مرة تيدي بيحاول يسيطر فيها على حاجة بيفشل، وعقله بيتمسك أكتر بفكرة إن هم مش بشر، لأنه لو اعترف إنها إنسانة عادية يبقى هو اللي ضعيف. بتجري وبتحاول انها تهرب منهم، ولكن واحد منهم بيحقنها بحقنة فبتفقد الوعي ويغمى عليها. بياخدوها يحطوها في عربيتها ويرجعوا بيها لبيتهم. اول حاجة بيعملها تيدي ان هو بيطلب من دوني ان هو يحلق شعرها. دوني بيكون متردد حاسس ان في حاجة غلط، بس هو بيكمل. وده بيوضح اهم حاجة في شخصيته، هو مش شرير، هو ضعيف، والضعف احيانا اخطر من الشر. بيوصلوا البيت وبيحرقوا موبايلها وشعرها، كل حاجة ليها علاقة بالعالم القديم بتاعها، كأنهم بيقطعوا آخر خيط بينها وبين الواقع. بيربطوها على سرير، وتيدي واقف بيكون مبسوط جدا، حس إن هو أنجز. بس الحقيقة هو دي كانت أول مرة يحس فيها إن هو مسيطر. بيقرب منها وبيبص عليها كأنها مش بني آدمة، بيبدأ يبرر لنفسه، دي مستحيل تكون إنسانة، التفاصيل اللي فيها مثالية زيادة عن اللزوم. مش بس كده كمان، تيدي بيحاول إعجابه ليها لاتهام، الجمال ده دليل على إنها مش بشر، الكمال اللي هي فيه ده دليل على انها كائن غريب، وده اسقاط واضح، هو مش قادر يقبل نقصه، فبيخلق كائن كامل
وبيقول عليه ان هو عدو. بيبداوا ان هم يدهنوا جسمها بماده غريبه، وداني بيساله هو احنا بنعمل ايه، وتيدي بيرد عليه بثقه الماده دي هتتحكم في النواقل العصبيه وهتخليها زي البشر العاديين. دوني بيكون مش فاهم حاجه بس بيسكت، وده بيثبت ان الانسان ممكن يشارك في اسوأ حاجه مش لانه هو بس مقتنع، بس لانه مش قادر يقول لا. بعدها الاتنين بيلبسوا بدل عشان لازم ان هم يقابلوها وهم انيقين. ميشيل بعد كده بتصحى تايهه مش فاهمه اي حاجه، بتبص حواليها، ودي اول مره بنشوفها وهي مش مسيطره وهي ضعيفه. فجاه تيدي بيجي قدامها، بيكون هادي وواثق في نفسه، بيقول لها ببساطه انا خطفتك، ويبدا ان هو يحكي لها عن الفضائيين، عن خطتها للسيطره على العالم، عن ان هو فاهم كل حاجه. بس السؤال الحقيقي هنا هو مش هو صح ولا لا، السؤال هو مقتنع ليه كده اصلا، جاب منين كل معلوماته دي. ميشيل بتسمع كل الكلام اللي تيدي بيقوله، بس هي مش بترد عليه بنفس المنطق. هي اصلا مش مقتنعه ان هو يستاهل الرد، هي بتحسس على شعرها، بتكون مصدومه، هي مصدومه من اللي هو عمله فيها. تساله انت ليه عملت كده؟ تيدي بيرد عليها وبيقول لها عشان دي وسيله تواصلك مع الفضائيين، انا عارف كويس المعلومه دي. الاجابه اللي عنده دي ما كانتش مجرد جنان، دي محاوله يائسه لفرض معنى على اي حاجه. اي حاجه مش فاهمها هو بيحولها لنظريه، بيحولها لعدو. ميشيل بتحاول ترجعه للواقع تاني، بتقوله انها انسانه عاديه، لكن تيدي مش بيسمع، لان الاعتراف ده هيهد كل اللي بناه جواه. هو مش مستني الحقيقه، هو مستني اعتراف يثبت ان هو صح. هو مش عاوز ادله تثبت انها انسانه، هو مصدق انها فضائيه مهما حاولت تجيب له دليل. بيقول لها انا عارف انك هتكدبي، بس انا مستني لحد لما تعترفي بالحقيقه. يعني ببساطه اي حاجه هتقوليها هتتفسر ضدك، وده بالظبط شكل العقل المقفول. هو مش بيدور زي ما قلت لك على اجابه، هو قرر الاجابه تماما، هو بيحاول بس ان هو يثبتها. ميشيل بتتعصب، بتحاول تستخدم اخر سلاح عندها، بتحاول تستخدم السلطه الاخيره بتاعتها، بتقول له انا مسؤوله في شركه كبيره، الشرطه بتدور عليا. ولكن التهديد ده ما كانش له اي قيمه عند تيدي، لان بالنسبه له القانون نفسه كان جزء من المؤامره. وهنا الفيلم بيوصل لنقطه مهمه، لما الانسان بيفقد ثقته في النظام مفيش اي حاجه تقدر توقفه. ميشيل بتعرض عليه صفقه، سيبني وانا هنسى كل حاجه. وكان بالنسبه لها عرض منطقي وعقلاني، بس هو ملوش اي معنى عند حد عايش وهم بجد. تيدي بيرد بيقول لها انا عايزك تاخديني الفضاء، وهنا بقى بيبان الهدف الحقيقي. هو مش عايز زي ما قلت لك ينقذ الارض، هو عاوز يهرب من الارض. مش فارق معاه كل البشر، فارق معاه نفسه بس. وكمان بيقول لها انا عايزك تهربيني يوم خسوف القمر، وبيطلب منها انها تعمل له مقابله مع الكبار اللي في الفضاء. وبعد كل ده بيمشي ويسيبها لوحدها. ميشيل بتنادي عليه بتقول له ما يسيبهاش، ولكنه للاسف بيسيبها. بالليل بنخش جوه عقل تيدي، بيفتكر امه، وبنفهم اخيرا ان الجنون اللي عنده ده مش من فراغ. امه كانت ضحيه لشركه ميشيل بسبب التجارب والادويه بتاعتهم، وهنا كل حاجه بتبدا تتركب فوق بعض. تيدي مش بيحارب الفضائيين بس، هو بيحارب احساسه بالعجز قدام الم ما قدرش ان هو يوقفه. فالعقل عمل ايه هنا؟ حول الالم ده لقصه اكبر، قصه فيها عدو واضح وفيها بطل وفيها مهمه. تاني يوم بيخلي ميشيل تحط الكريمات بتاعتها عشان ما تتواصلش مع الفضائيين. بعد كده بيطلع شغله، والعالم الحقيقي بيكونش اقل قسوه من خياله. بيقابل ساعتها الضابط كيسي، بيبان فيه توتر غريب عليه. بعد كده بنعرف الحقيقه، الشخص ده كان بيؤذيه وهو صغير. وده برضه بيكشف لنا جانب نفسي تاني في شخصيه تيدي. تيدي كان ضحيه قديمه، مش بس ضحيه الشركات، لا هو كمان ضحيه البشر نفسهم. كيسي بيعتذر له، ولكن الاعتذار كان متاخر، لان الضرر الحقيقي مش بس في اللي حصل، الضرر لسه موجود جواه بعد اللي حصل وعمره ما هيختفي. تيدي بيروح الشغل وبنشوف النظام القاسي اللي هو فيه، ناس بتتأذى ومحدش مهتم منهم غير بس بالتارجت. لما زميلته بتتعور بيزعقوا لها، الرحمة ما كانتش جزء من النظام. في وقت الغدا الأخبار كلها كانت بتتكلم عن اختفاء ميشيل، العالم كله كان بيدور عليها إلا الشخص اللي خاطفها. هو شايف إنه الوحيد اللي فاهمها على حقيقتها، ولما بيرجع البيت بيروح لها، بس المرة دي مش بس كمحقق، كشخص بيحاول يثبت لنفسه إن هو مش ضحية. تيدي بيرجع لميشيل وبيسألها فكرتي في كلامي ولا لأ؟ واضح عليه إن هو مستعجل، مش مستني يفهم، هو مستني يسمع اللي هو عايزه. ميشيل بتحاول تمشي معاه، بتديله تسجيل فيه اعتراف إنها فضائية. أي حد طبيعي كان هيصدق، أو على الأقل هيشك بالسرعة اللي هي وافقت بيها. ولكن تيدي بيرفض. طب ليه بيرفض؟ لأن الاعتراف جاب السهولة، بس مش جاب السهولة بس، هو بيقول لها أنت مش مقتنعة بالكلام ده وبتتكلمي باللغة بتاعتنا. وهنا بيبين لنا ان تيدي ما كانش غبي، بالعكس تيدي بيفكر كويس. يعني حتى هي لما بتوافقه هو بيرفضها، ولكن تيدي كان عنده هلوسة، كان عنده كمان اخطر نوع من الهلوسة. الهلوسة اللي عنده مش انك تصدق حاجة غلط،
ده واسع عنده انك ترفض الصح لو ما جاش بالشكل اللي في دماغك. ميشيل بتحاول تفهمه، بتقول له انا عملت اللي طلبته، انت عاوز ايه تاني؟ بيرد عليها وبيقول لها انا عاوز اقابل الامبراطور. وهنا الفيلم بيكشف هدفه الحقيقي. هو مش عايز دليل، هو عايز سلطة اعلى يعترف بيها، عايز يقف قدام كائن اقوى منه ويحس ان هو ليه اهمية في العالم ده. ولما ميشيل بتنكر حاجة زي دي، تدي بينفجر فيها، بيتعصب وبيقرب من ان هو يقتلها، ولكنه بيمسك نفسه لانها لسه مفيدة في القصة بتاعته. وبالليل دوني بيسأله اهم سؤال في الفيلم: واحنا بنعمل ده ليه؟ تيدي بيرد عليه: العالم هينتهي لو ما عملناش كده. تيدي مش بيشرح ولا بيفكر، هو مؤمن بفكرته. وهنا الفرق: الانسان الطبيعي بيشك، انما الانسان المؤمن بفكرة لاخر درجة ليها بيعتبر الشك مجرد خيانة. هو بيقول له ان هو عمل ابحاث وان هو متأكد من الحقيقة، بس في الواقع هو مش بيدور اصلا حقيقة، هو بيدور على اي حاجة تثبت خوفه. وبيقول له ان هدفه ان هو يقنع الفضائيين ان البشر طيبين. يعني هو بيعذب انسانة عشان يثبت ان البشر طيبين. طب هي حتى لو فضائية بتعذبها ليه؟ عشان تثبت ان انتوا طيبين. تاني يوم بيدخلوا على ميشيل، ولكن ميشيل بتعترف ليهم، بس المرة دي بشكل مختلف. بتكون هادية وواثقة من نفسها، كأنها فعلا بتقول الحقيقة. بتقول لهم انها فضائية وانها ما اعترفتش قبل كده عشان ما تتأذيش. والفيلم هنا بيلعب على اعصابك، بيقول لك هي بتتلعب عليهم ولا فعلا في حاجة غلط. بس تيدي بيكون مش فارق معاه، لان النقطة دي مهمة جدا. هو مش عايز يعرف هي ايه، هو عاوز يفضل شايفها زي ما هو عايز. بينقل الموضوع لمستوى ابشع كتير، بيربطها وبيوصل اسلاك بدماغها ويبدا ان هو يصعقها بالكهرباء. ودوني بيكون واقف مصدوم مش فاهم حاجه. طب ما هي اعترفت، ليه بتعذبها؟ هو هنا كانت الاجابه واضحه: الاعتراف بالنسبه له مش كفايه، لازم يثبت ان هو صح. يعني لازم يشوف ألم عشان يحس ان هو ماسك الحياه بايده. بيفضل يحلي في الكهرباء لحد لما البيت كله بيتأثر والطاقة بتوصل لأقصى حد. وفي اللحظة دي بيحصل أكبر تحول في قصة الفيلم. تيدي هنا بيقتنع إنها طالما استحملت كل الكم ده من التعذيب والكهرباء، هي مش فضائية عادية. بيبدأ إن هو يمسح الدم من بقها ويعتذر لها، بيقول لها إن هو غلط. ليه؟ لأن هو قرر إنها هي الملكة، هي ملكة فضائية. وده بيورينا قد إيه هو عقله مرن، بس بطريقة مخيفة. هو مش بس بيغير رأيه، هو بيغير الحبكة بتاعت القصة اللي في دماغه كلها عشان تفضل بس ماشية. بيفكها وبيخليها تستحمى وتغير هدومها، مش لأن هو بقى طيب فجأة ولا حاجة سمح الله، لكن لأنه دخل في مرحلة جديدة من الوهم، مرحلة التقديس. الضحية دلوقتي بالنسبة له بقت ذات مكانة، فلازم يعملها كويس. بيقعدها عشان تاكل معاهم، بس لسه رابطها في الكرسي. وهنا التناقض الكامل: هو بيحترمها بس في نفس الوقت مسيطر عليها. وده بيلخص كل حاجة. تيدي مش عايز يحررها، تيدي عايز يتحكم فيها، بس بطريقة يحس إنها صح. المرة دي تيدي بيتعامل مع ميشيل بشكل مختلف، بيأكلها وبيحاول يكون هادي، كأنه بيصلح اللي هو كسره. بس الحقيقة هو مش بيصالحها، هو بيعيد تشكيل العلاقة تاني على مزاجه هو. ميشيل بتفهم ده بسرعة، بتستوعب إن اللي قدامها مش بس هو خاطف، ده عقل محتاج يتغذى على الوهم. فبتقرر إنها تلعب اللعبة معاه، تبدأ تتعامل على إنها ملكة فضائية فعلا، مش لأنها مقتنعة، ولكن إنها فهمت الحقيقة. هي مش هتنفع معاه غير كده. ودي نقطة نفسية خطيرة. أحيانا التعامل مع الجنون بيبقى إنك تدخل عالم الجنون معاه. دوني كان واقف تايه، مش فاهم إزاي اللي كان بيكذب دلوقتي بقى بيصدق. أثناء الأكل ميشيل بتبدأ تتحكم في الحوار، بتسأله عن الجماعة اللي هو وراها. بيحس إنها بتاخده بجد، بيتكلم بثقة وبيقول لها أنا لوحدي، أنا اللي عملت كل ده. وهنا لحظة تضخيم الذات. هو ما كانش تابع، هو صاحب رسالة. ميشيل بتلتقط فورا ده، وبتبدأ إنها تضرب على الوتر الصح: أنت عبقري، اكتشفت حاجة محدش شافها. الجملة دي كانت بالنسبة لتيدي أهم من أي دليل، لأن اللي زيه مش محتاج إن هو يثبت إن هو صح، قد ما محتاج حد يعترف إن هو مهم. بتبص حواليها وبتشوف النحل، وفجأة بتغير اتجاه الحوار، تتكلم عن النحل بإعجاب: كائنات منظمة، مفيش حد أحسن من حد، كل واحد عارف دوره. وهنا هي مش بتتكلم عن النحل بس، هي بتتكلم عن تيدي، بتقدم له النموذج اللي هو بيحلم بيه، اللي هو يحلم يبقى جزء منه. تيدي بيرد فورا بيقول لها عشان كده جماعتك بتخطفهم. الإعجاب هنا هو حوله الاتهام. ميشيل بتحاول ترجعه الواقع من تاني، بتقول له إن النحل بيواجه مشاكل طبيعية، وإن مش كل حاجة مؤامرة، وتقول له أنت حياتك فاضية، فبتخلق نظريات عشان تملاها. الجملة دي ما كانتش إهانة، هي كشفت حقيقته. هو ما بيستحملش الكلام ده، بيرد عليها بسرعة بيقول لها أنت كدابة، لأن الاعتراف بالحقيقة هيكسر كل اللي بناه. وفجأة ميشيل بتغير اللعبة تاني، تدخل على أعمق نقطة فيه: أمه. بتقول له اسمها وحالتها وإنها تحت العلاج في شركتهم. وهنا كانت الصدمة: هي مش مجرد ضحية،
وبتبدأ تبرر له إن التجارب اللي كان بيعملوها عشان العلاج، المرضى بيوافقوا والهدف كان إنقاذهم. يعني ببساطة هي بتحاول تحوله من عدو لصديق، بس بالنسبة لتيدي ده أخطر من أي حاجة، لأن لو الشركة مش شريرة يبقى هو مش بطل، وساعتها هينهار العالم بتاعه. مش عشان الكلام غلط، ولكن عشان ممكن يكون صح. بيهجم عليها وبيخنقها، كل الغضب وكل العجز وكل الألم اللي جواه طلع مرة واحدة. دوني بيحاول يوقفه لأنه شايف الحقيقة، شايف اللي بيحصل في العالم ده. ميشيل بتلحق نفسها، بتضرب تيدي بالشوكة وبتحاول تهرب. لأول مرة الضحية بتقلب المعادلة، بتوقعها على الأرض وبتبدأ إنها تضرب فيه، كأن كل القهر اللي جواها طلع مرة واحدة. بس اللحظة ما بتكملش، دوني بيتدخل وبيضربها. الشخص الوحيد اللي كان متردد رجعها تاني للسجن بتاعها. بتفقد الوعي وبيرجعها القبر، كأن كل محاولة الهروب دي كان مصيرها الفشل. في نفس اللحظة العالم الحقيقي بيخبط على الباب، الضابط كيسي. وهنا التوتر بيوصل لأعلى نقطة في الفيلم. تيدي بيحاول يتمالك نفسه لأن هو خايف يتكشف. ولما كيسي بيدخل بنرجع نشوف تيدي بشكل مختلف، هادي مضياف طبيعي. كيسي بيعتذر له من تاني، بيحاول يقفل الماضي، بس الماضي لسه عايش جوه تيدي. تيدي بيقدم له كيك، بيتكلم معاه بشكل عادي، بس تحت المكان ده كان فيه قنبلة. كيسي بيبدأ يحكي له عن اختفاء ميشيل، عن عربيتها وعن تليفونها وكل الأدلة بتقرب منه. بس تيدي بينكر بهدوء، لأن بالنسبة له هو مش مجرم، هو منقذ. وفي أثناء ما هما بيتكلموا كان في صوت طالع من القبو. تيدي بيتصرف بسرعة وبياخد كيسي بره يوريه النحل، بيرجعه لنفس المكان اللي بدأ فيه كل حاجة، كل النظام والسيطرة والوهم. في نفس الوقت تحت في القبو اللعبة بتتغير. ميشيل بتسمع الصوت وبتفهم إن الشرطة وصلت، وبتبدأ إنها تستخدم أقوى سلاح عندها، الإقناع. بتتكلم مع دوني، ولكن مش كضحية، كمحركة للأحداث. بتقوله أنت طيب، تيدي هو اللي جرك لكده. وهي هنا بتضربه في نقطة ضعفه، في هويته. دوني طول الفيلم كان تابع، دلوقتي لأول مرة حد بيشوفه على إنه شخصية منفردة. بتقول له سيبني وأنا هحميك، وتعرض عليه الإنقاذ. ولما بتكتشف إن هو لسه مصدق إنها فضائية بتغير الاستراتيجية، بتقول له أنا هاخدك معايا للفضاء. هي بتحاول تستخدم الوهم بتاعه ضده، وده قمة التلاعب النفسي. هي مش بتكسر الفكرة بتاعته، هي بتبني عليها. دوني بيتردد ويقول لها أنا مش هينفع أسيب تيدي. وهنا الصراع الحقيقي. الصراع ما كانش بين الصح والغلط، الصراع كان بين الانتماء والنجاة. هو عارف ان تيدي غلط، بس ده الشخص الوحيد اللي عنده. مش اللي بتضغط عليه اكتر، بتقول له هو اللي حطك في ده وانا ههتم بيك. بتقدم له حاجة عمره ما حس بيها، الامان. دوني بيبدأ يصدق، بيسألها، بيقول لها محدش هيقدر يأذيني هناك صح؟ ولما بيتأكد له المعلومة بيطلب منها انها تقول لتيدي ان هو بيحبه. الجملة كانت غريبة، اشمعنى هو بيقول كده؟ لانه فجأة بياخد القرار ويحط السلاح في بقه وبينهي كل حاجة. وهنا الفيلم بيضربك ضربة محدش فاهمها. دوني ما ماتش عشان هو شرير ولا عشان هو بطل، مات لانه ما قدرش يختار. ما قدرش يختار ان هو يعيش لوحده او يفضل في الجحيم، فاختار ان هو ما يعيش خالص. الدم بيكون مالي المكان، وميشيل قاعدة وسطه مش قادر انها تتحرك ولا حتى تفكر. دي ما كانتش لحظة خوف، دي لحظة صدمة كاملة. العقل فيها توقف تماما. في نفس الوقت ده تيدي كان لسه في العالم بتاعه فوق، بيفرج الضابط عن النحل، عن النظام، على الكمال اللي هو شايفه. وفجأة صوت الطلقة بيتسمع، العالمين دلوقتي بيخبطوا في بعض. الضابط بيشك ان في حاجة غلط، بس قبل ما يفكر تيدي بيتحرك وبيرمي عليه النحل. وهنا كانت رمزية عبقرية في الفيلم. النحل اللي كان رمز للنظام بقى أداة للفوضى. بعد كده بيضربه على دماغه مرة واتنين وتلاتة لحد لما بيخلص كل حاجة. تيدي دلوقتي مش بس خاطف، هو كمان قاتل. بيجري على البيت وبيشوف دوني غرقان في دمه، وهنا بيتكسر فعلا. دوني ما كانش مجرد شريك، ده كان آخر حاجة بتربطه بالعالم. ولما بيشوف المنظر ده بيتحول. ميشيل بتحاول انها تدافع عن نفسها، بتقول له هو اللي عمل كده، انا ماليش دعوة. بالنسبة لتيدي الحياة ما كانتش مهمة، المهم ان هو فقد الشخص الوحيد اللي كان معاه. فجأة كل غضب ده بيتوجه ليها، هي السبب، حتى لو مش هي فعلا، بس هي الرمز. وفي اللحظة دي تيدي كان ممكن فعلا يقتلها، بس ميشيل بتلعب آخر ورقة، بتقول له ان امك خفت. الجملة دي كانت أقوى من أي سلاح ممكن تستخدمه ضده، لأن دي مش مجرد معلومة، دي حلم عنده. بتقوله إن العلاج موجود في العربية بتاعتها. وتيدي بيقف وبيتردد، لأن لأول مرة إيمانه بيتكسر بين أنا صح وبين أنا ممكن أرجع أمي من تاني. والإنسان دايما بيختار الأمل حتى لو كان كذب. بيروح يجيب العلاج، ولكن قبل ما يمشي بيضرب ميشيل في رجلها عشان يفضل حاسس إن هو مسيطر عليها. في نفس الوقت ميشيل بتتحرك، بتفك نفسها وبتدخل أعمق في القبو. وهنا بتظهر الحياة المرعبة، في جثث ناس قبليها. يعني تيدي ما كانش بيجرب لأول مرة معاها، ده جرر الموضوع ده قبل كده. يعني كل مهمة إنقاذ انتهت بكارثة. في نفس الوقت تيدي بيكون عند أمه، بيحط العلاج ليها في الدواء
وبيستنى. للأسف أمه ما بتعيش، جسمها بيبدأ يتشنج والأجهزة بتصفر وأمه بتموت. هي مش بس ما خفتش، هي ماتت بسببه. وهنا كانت أقصى لحظة في الفيلم، مش لأنه هو خسر أمه، لكن لأنه هو اللي قتلها بإيده حتى لو من غير قصده. كل اللي كان بيحاول يعمله دلوقتي اتقلب ضده. وهنا الوهم بدأ يتكسر، بس بدل ما ينهار هو بيتحول لغضب أكبر، لأن مواجهة الحقيقة أصعب من الهروب منه. بيرجع البيت، بيرجع هو مكسور وشايل بندقية معاه، وعينه فيها حاجة أخطر من الجنون. عينه فيها يقين إن هو عايز يقتل ميشيل. بس لما بيوصل، ميشيل بتقابله وهي واقفة بثقة غريبة. هي مش خايفة، بتزعق فيه وبتسأله قتلت كام فضائي قبلي؟ هو بيرد عليها وبيقول لها قتلت 2. كأنها بالنسبة له حاجة عادية، كأنهم مش بشر. ميشيل بتقرب وتبدأ تلعب آخر لعبة معاه، مش كضحية ولكن ككيان أعلى. ميشيل بتقف قدام تيدي وتبدأ إنها تحكي له. بتحكي عن الإمبراطور، عن الأرض، وعن الديناصورات. بتقوله إن هم اللي دمروهم وبعد كده ندموا فرجعوا الحياة من تاني. صنعوا البشر اللي كانوا في الأول قرود، بعد كده بقوا حضارات، وبعد كده بقوا خطر، واتطوروا زيادة وبقوا عدوانيين لحد لما قضوا على نفسهم. وساعتها هم رجعوا يعملوا نسخة جديدة، النسخة اللي الناس فيها دلوقتي. بس المرة دي الهدف ما كانش بس الحياة، الهدف كان السيطرة. بتبصله بتقوله عشان كده لازم نخلص من أشباه القرود اللي زيك. تيدي بيسمع وما بيتصدمش، بل بالعكس هو بيصدق، لأن هي بتحكي نفس القصة اللي كانت في دماغه. وهنا كانت أكبر مفارقة، هو كان بيدور على الدليل وهي استخدمت عقله كدليل ضده. بتقوله تعالى معايا عشان نقابل الإمبراطور، وده هو اللي كان عايزه من البداية. فبيسلم نفسه ليها بكل سهولة، بيفكها وبيساعدها وبيجيب لها باروكة عشان ترجع كشكلها طبيعي. بيروحوا سوا هما الاتنين الشركة. الناس بتكون مصدومة انها رجعت، وكمان رجعت وماشية بكل هدوء. ازاي دي كانت مختفية؟ تاخده للمكتب بتاعها والخزانة بتاعتها. بتقول له ده مكان الانتقال. بس في اللحظة دي بنكتشف حاجة أخطر، تيدي لابس حزام نحف، كأنه حتى في لحظة إيمانه كان لسه شاكك. بتقول له إنها هتدخل الأول فهو بيرفض. هو مش واثق فيها، هو عايز يبقى هو المختار، عايز يدخل هو الأول زي نيل أرمسترونج أول ما نحط رجله على القمر. بتسيبه يدخل هو الأول ويبدأ العد التنازلي، وثواني والمكان بينفجر. تيدي بيموت مش كبطل ولا كضحية، بيموت كإنسان صدق وهم لآخر لحظة. وميشيل بتنجو والناس بتعتبرها بطلة، بس الحقيقة لسه ما ظهرتش. بتفوق في الإسعاف، وأول سؤال بتسأله بتقول هو مات. هي مش بتسأل عن نفسها ولا عن حاجة تانية، بتتأكد إن اللعبة خلصت. بتنزل من الإسعاف وبترجع الشركة بسرعة، بتكتب الكود وبتدخل الخزانة. والمرة دي بيحصل الحقيقة، هي فعلا بتنتقل لعالم غريب مش بشري. تيدي ما كانش مجنون، تيدي كان شايف بس بطريقة مش كاملة. ميشيل ما كانتش ضحية، هي فعلا الإمبراطورة، وشعرها فعلا كان وسيلة تواصل. كل حاجة كانت باينة هبل طلعت حقيقة، بس الحقيقة للأسف جت متأخر. الفضائيين التانيين بيقولوا لها إن التجارب فشلت وإن البشر مش هينفعوا، فبتاخد القرار، بتاخد إنها تنهي التجربة وتبدأ تجربة تانية. تعمل إبادة. الأرض قدامها زي كرة صغيرة بتلمسها، وفي لحظة كل حاجة بتنتهي. الناس كلها بتموت والعالم بيسكت، كأن البشرية ما كانتش موجودة أصلا. والفيلم هنا بيضربك في وشك بسؤال حقيقي، هل تيدي كان مجنون ولا هو كان بس عاقل زيادة عن اللزوم؟ هو كان عاقل لدرجة إن إحنا مش فاهمينه، فلما ما فهمناهوش قلنا عليه إن هو مجنون. ولا مين فينا اللي مجنون؟ وتقريبا هو الفيلم ده كان قصة حياة دكتور محمود صلاح. وبس كده، كان معكم حسن فهد، السلام عليكم.